يعني اما ولادنا وشبابنا يشوفوا ده، يعني وبعدين هتوصلوا بينا لفين؟ يعني انتوا بتنشروا الفحش والفجور، وبتعملوا على هدم القيم والاخلاق، وبتعملوا على هدم المجتمع ده. يعني الرجاله الناقصه بقى اللي بتتفرج عليكم، كل واحد فيهم هيبص لمراته بقرف، هيبقى مش طايق مراته. انت ايه ده؟ انت شيخ غفر. شايفه الستات؟ شايفه النساوين عامله ازاي؟ شايفين بيلعلطوا ازاي؟ ده كل ده يا بابا انت وهو عمليات تجميل. شوفوا انتوا الفيديوهات بتاعت الممثلات دول قبل الفلوس بقى ما تجري في ايديهم. يعني فعلا الفلوس بتعمل بني ادمين. لبس البوصه تبقى عروسه. بلاش، يعني انا قلت مش هذكر اسامي. ادخلوا كده على الفيديوهات قبل وبعد التعديل، وشوفوا دول كان اشكالهم ايه. كانت اشكالهم لا تسر عدو ولا حبيب. شوفوا كل واحده فيهم لو راحت كده غسلت خلقتها كده، ومن غير مكياج ومن غير الباروكات اللي بيلبسوها دي، هتبقى عامله ازاي؟ عمليات تجميل، لا فيلر، لا بوتكس، لا معرفش تفتيح ايه، بشرة ايه، وليزر ايه يعني بص، جلسات غريبة بيعملوها، نحت في أجسامهم عشان تبقى بقى الواحدة ما شاء الله عروسة البحر بقى، وسطها قد كده وجسمها من تحت قد كده والإيدين كذا وده كذا. كل ده مرسوم ونحت ومش خلقة ربنا. دول مش خلقة ربنا، دول حاجة صناعي، فيك من الآخر، فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ربنا يديهم على قد عملهم الاسود. ونفسي بجد يبقى فيه رقابة. احنا بلد يا جماعة، بلد الازهر الشريف، بلد الشيوخ، بلد الشعراوي، بلد النقشبندي، بلد الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والعلماء والأدباء. مصر والفتوحات الإسلامية. مصر اللي كانت بتعمل كسوة الكعبة كل سنة. كل سنة كانت كسوة الكعبة دي بتيجي من مصر. مصر اللي المدرسين ودكاترة الجامعة وعلماء الأزهر كل دول بيسافروا ويدرسوا للبلاد العربية، للبلاد المسلمة، في السعودية وفي الإمارات وفي الخليج، دول الخليج كلها بياخدوا العلماء من مصر يدرسوا لهم. انتوا شوهتوا صورة مصر، شوهتوا صورة حضارة 7000 سنة واكتر. شوهتوا صورة الست المصرية الشريفة العفيفة الشقيانة، الشقيانة على بيتها وجوزها وولادها وعيالها بتلملم. انتوا زودتوا حالات الطلاق في البيوت. انتوا حسابكم عند ربنا كبير كبير قوي. وطبعا هيشيل ذنبكم مؤسس المهرجان، هو واخوه. يلا يعني هقول ايه يعني بجد الواحد حزين وجواه كده أسف شديد ان احنا وصلنا للحالة دي. يعني ده الناس مش لاقية تاكل يا جماعة. ده واحدة ممثلة من الممثلات اللي ماشيين بيتمرقعوا على الريد كاربت، فستانها ب250,000 جنيه. حر ونار في جتتك، تلبسيه نار على جسمك كده يوم الموقف العظيم. 250,000 جنيه يا ظلمة. وايه، خلي بالكوا فستان من ضمن بقى مجموعة الفساتين. ولا ويطلعوا بقى يتفشخروا بقى، ده الستايلست معرفش مين اللي عمل الفستان، لا ده فلانة اللي لبستني، اللبيسة فلانة الفلانية، ومعرفش بقى في مين اللي عمل لي شعري، ومين اللي لبسني، ومين ديوس اللي مكيجني، ومين اللي عمل لي مش عارفة ايه. ده انت حسابك عند ربنا عسير، انت وكل شلة الناس اللي ما عندهمش دين ولا ضمير، دول اللي حواليكي، اللي بيقلعك واللي بيلبسك واللي بيمكيجك واللي بيسرحك واللي بيعمل لك معرفش ايه في ضوافرك واللي بيلبسك الجزمة. يخرب بيتكم. ده انتوا عالم تعر. اقسم بالله عالم تعر، وهتتحاسبوا على الفلوس دي كلها. ملايين الدولارات، ملايين الدولارات مصروفة على المهرجانات التافهة دي. طب ما تصرفوا على الناس اللي مش لاقية تاكل، ما تصرفوا على الناس اللي مش لاقية تتعالج، ما تصرفوا على الشباب اللي بتنحرف عشان مش لاقية تتجوز، وتعفوا البنات اللي مش لاقية تشور نفسها. اقسم بالله انا اعرف حالات ما لاقية تاكل، تقول انا ما فيش في بيتي اكل. حالات كتير. وايه، موظفات، يعني مش ناس غلابة بؤس، موظفات بس مطلقة، اللي أرملة، اللي جوزها مريض.
تقول انا مش لاقيه اكل ولادي، انا مش لاقيه اعمل لهم سندوتشات وهم رايحين المدرسه، انا مش لاقيه. الاف الاسر على الحال ده، حتى الناس الطبيعيه ما بقتش لاقيه تاكل، وانتوا حسبي الله ونعم الوكيل رايحين تلبسوا فساتين بالافات مؤلفه، كام الف مرصع معرفش بالايه، مرصع بالاحجار الكريمه، مرصع بالفصوص الغريبه اللي مش عارفه ايه. يعني ايه ده؟ ايه اللي افترى ده؟ وايه البذخ ده؟ وخساره فيكم الفلوس اللي بتاخدوها دي، والله ما تستحقوها، بس ربنا بيختبركم بيها، ده ابتلاء على فكره. ما تفتكروش ان ربنا راضي عنكم بكل الفلوس اللي معاكم دي، بالعكس دي نقمه عليكم، دي نقمه عليكم، ربنا بيختبركم بيها. لكن انتوا مش قد الامتحان ولا قد الاختبار، انتوا اسأتوا الاجابه على الاختبار اللي ربنا بيختبركم فيه. فلوس ملهاش حدود، ملايين عماله تنزل عليكم. واقول ايه؟ العيب مش عليكم، العيب على اللي عمل لكم قيمه. اقسم بالله العيب على اللي عمل لكم قيمه، واللي اداكوا اكتر من قيمتكم. كل واحد فيكم بياخد كام في الفيلم او في المسلسل؟ ملايين ملايين ملايين. عشان ايه؟ وعشان عملتوا ايه؟ فين بقى؟ فين الناس اللي تستحق فعلا التقدير؟ فين الموظفين الكادحين؟ فين المهندسين المحترمين؟ فين المدرسين؟ فين دكاترة الجامعة؟ فين حفظة القرآن الكريم؟ فين الست الشقيانة والست التعبانة؟ فئات كتير من المجتمع، هي دي اللي تستحق التقدير، وهي دي اللي تستحق الفلوس. لكن انتم بتدوا الفلوس لمن لا يستحق، للرويبضة اللي ملهمش قيمة، والناس هي اللي عملت لهم قيمة للأسف الشديد. ربنا يرحمنا، ربنا يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يعني انتوا مش خايفين ربنا ينزل غضبه على مصر بكل الفواحش اللي بتحصل فيها دي؟ مهرجانات مش عارفة ايه وده ايه وستات عرايا ورقصات في الساحل الشمالي وهنا واجسام باينه وطالعه كده بتلعلط. مفيش رقيب يقول لهم انتوا بتعملوا ايه. نفس الحاجات دي يبقى لها حدود، يبقى لها قانون، اللي تلبس كذا تتعاقب، يبقى في قانون بيحدد لبس الست، يمنعوا لبس العري ده خالص، يمنعوا لبس السواريهات العريانه دي، يبقى الحاجة في حدود، يبقى الحاجة مقبولة. لكن كده بصراحة الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم، وإحنا براء منكم. أنا بتكلم بصوت يعني كل ست مصرية عفيفة شريفة تعرف ربنا، سواء مسلمة أو غير مسلمة. إحنا معانا يعني ناس غير مسلمات ما شاء الله عليهم، أقسم بالله قمة في الأدب والأخلاق. يعني يمكن مبينة شعرها، لكن ولا عريان ولا ضيق ولا الكلام ده، لبس حلو ومحترم وحشمة. لكن انتم تخطيتوا كل الحدود. ربنا يديكوا على قد نيتكم، وربنا يزيل النعمة من وشكم ويديها للي يستحق. يعني فعلا الفيديو ده انا اتهورت شوية في الكلام، بس من حرقتي، يعني انا كده متغاظة محروقة، دمي محروق من الناس دي، فقلت لازم اطلع واتكلم، واللي يزعل سوري يعني يتفلق. من فضلكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. حبايب قلبي اترككم في معية الله، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.